سلام زينات كديرين لاباس عليكم؟ غبرت عليكم مني ولدت ما بقيتش حطيت حتى شي فيديو. شكرا للبنات اللي كيسولوا عليا في الانستغرام، شكرا كاع الناس اللي كيسولوا عليا. والله الا دازت عليا واحد المرض اللي ما تبغيهاش العدوك. عرفتي من قبيله بعدا كنصور نسيت على التصوير. دازت عليا واحد المرضى والله العظيم من ورا الولاده اللي ما تبغيهاش العدوك. بعد قبل ما نقول لكم بغيت نشكر سهام الصديقه ديالتي مغربيه في ماليزيا، الله يرحم. شكرا والله الا شكرا. كانت كتسول عليا قبل ما نولد، مني كنت متقله ومني ولدت مسكينه كانت كتسول عليا، وفاش مرضت مسكينه شحال وهي كتسول عليا وزادت ديما. رجعت معاكم حيت اروى كانت كتبكي، تسكتها وجيت. المهم كي قلت لكم سهام ديما مسكينه كانت كتسول عليا وديما فتمزرا حتى لي فيديو حتى لي فيديو، بقيت حتى جيت على هضرتها حيدوا لي. المهم جاتني واحد المعاقبه من اليوتيوب، نتمنى ان شاء الله نتجاوزوها فاش رجع. سميتو غير نتوما تفرجوا لي في لي فيديو. المهم بغيت انني نقول لكم باش ننصحكم باش انكم ما تطيحوش في نفس المشكل اللي طحت فيه انا من وراء الولاده ومرضت هذيك المرضى اللي ما تبغيهاش العدو. والله العظيم عرفتو كنسمع ديك الهضره، ما تسمعوش الهضره ديال الناس اللي تقول لك راه فلانه خرجت من السبيطار ديال الكوزينه ولا هادي ولا سميتو. انت اختي نفيسه حاولي ديها بصحتك، كنتي في بلادك وحده والديك وحده العائله. راه حنا في المغرب راه جارتك كتكون بك. عافاكم ديوها بصحتكم، والحاجه اللي ما تقدريش ديريها ما ديريهاش، الحاجه اللي غتجهدك في صحتك ما ديريهاش. مازال نقول البنات اللي في الغربه بحالي وداك الشيء اللي قدرتي ديريها ديريها، اللي ما قدرتيش ديريها ما تجهديش راسك. الله يعطيكم انا كنت سمعت ديك الهضره، لا واخا فلانه راها ولدات بالفتيح ولكن ما طرا ليها والو، كنت نهار الثاني في ساعه صافي نط انايا كنبقى ندير شي حوايج اللي ما خاصنيش نديرهم. موراها صافي ولات جاتني واحد التوريشه سميتو في صحتي. من وراها عاوتاني صافي مابقيتش كنقدر نزيد، وليت كنبغي نهز بنتي ما كنقدرش، نبغي نتمشى ما كنقدرش نتمشى. كي قلت لكم دازت عليا ديال بصح، ولكن الحمد لله الحمد لله تجاوزتها. غير عافاكم اللي نفيسه تحاول ديها بصحتها شويه. والله الا تمشيت دابا للمغرب ورجعت عاده النفسيه ديالتي كانت مرضت مره. المهم ما نطبخش لكم قلبكم. نخليكم مع العراضه اللي درت، واخا ما درتهاش دوك الناس اللي كبروا بيا وجاو عندي. حتى من بعد حتى وليت شويه الحمد لله عاد درتها لهم. نخليكم مع العراضه وشكرا لكم. المهم هنا البنات راني كنصاوب في الحلوى. عرفتوا الحلوى مع الطربيه واه صعيبه بزاف. المهم هنايا انايا موجده هنايا الصابلي. هادي هنايا باش غندهن. وهنا وجدت هاد الوريدات بعجينه الشوكولات، وهنا ولوز كونكاسي. هنايا درت اللوز كراميليتو خليته يبرد، ما تقيسوش وهو سخون، عرفتي راه ما نعاودش لكم. المهم نخلي المراحل، الطريقه والمراحل تلقاو الفيديو ديال الكلاص كاملين مع الفيديوهات. هنا البنات كنوجد في الكلاص واحد اللحظه تفكرت خارجه اختي، والله العظيم بكيت عييت. هنا كنت عييت وما كرهتش تكون معايا في نفس الوقت، تحضر معايا وتكون معايا. هي كانت جات عندي من ورا الولاده ب4 ايام 5 ايام بحال هكا كيني، وجدت دوزت معايا الجمعه والسبت وحد على حساب وليداتها كيقراو وداك الشيء. راكم عارفين هنا الغربه ما كاينش اللي يشد لك وليداتك. وجدت لي داك الشيء اللي خاصو يتوجد، جابت لي داك الشيء اللي جابت لي شحال من حاجه، وقفت معايا. والله العظيم ما كرهتهاش تكون كانت معايا يعني في هاد العراضه هذه، ولكن مره اخرى ان شاء الله. هذا مزينه بالبيستاش والشوكولات. هنايا درت الشوكولات على هذا الموتيف هذا. هنا فرشت في اللاطه الحوت الابيض، اي حوت بغيتو بيض صافي. ونحاول انني نطبق عليه هاد لاصوص هادي من الجوانب بجوجهم، ونشعل ليه الفران وعلى 200 درجه. المهم ما غنغطيش من الفوق. درت اللوبيا جلبان اللوبيا درت فيها شويه مليحه وخليتها تبخر.
المهم البنات هنا غنعصوه بالتمر، عمرته باللوز وبالعقده ديال اللوز، وغنزينو سميتو لوز كونكاسي، لوز ديفيلي وسميتو وهذا والبيستاش. هنا المقله الزبده وكون اي زبده ديال الكزوين بغيتو بالبسطيله ديالها. هنا درت سميتو باش غندير الماء ديالهم وغنديرو في الشعريه الصينيه. الحق ما غنطيبوش بزاف، غير شويه ونخليه يكمل الطياب ديالو في وسط البسطيله. هنا درتو مع 2 وراق ديال الرند، ما عنديش بزاف ديال ورق الرند، الا عندكم كثر زيدوا كثر، ديروا كثر من 2 ديال الورقات. غنخليه يغلى غير شويه حيت هو لا طاب بزاف كيقصاح. صافي. والماء ديالو غنزيدو على ديك الشعريه الصينيه حيت ما كفانيش الماء الاخر اللي درت ديال سميتو ديال القمران. هنا دورت هنايا بالورق ديال اللاطه، وهنا البابي الومنيوم غندورو مزيان باش يطيب بالزربه. هنايا الزيت هنا خديت الشعريه الصينيه والعطريه اللي كانت بقات ليا ودرتها هنايا، غنشحرها غير شويه باش ان تجي حتى الشعريه الصينيه شاربه العطريه حتى هي. المهم بنات بالزربه باش ما سميتو، هنا خديت طلعه وكتف. سميتو بالنسبه للعطريه اللي غندير ليهم، هنا عندي تحميره البيض والسودانيه وزعتر وصافي. غنجمع العود اللي غندير الزيت العاديه الاحمر والملحه صافي، ونجمع نتبلهم مزيان. قطعتهم هنايا، قسمتهم باش تدخل ليها التتبيله لداخل، واللحم راه صغير ماشي كبير، راه فيه ساعه كيطيب صافي. المهم هانتوما معايا. لا صافي ساليت. هنا جاو الناس. اول حاجه درت عصير مع التمر معمر، وهنا عندما اللي كان كيبريزونطي هذه مسطيله درناها على هذا الشكل هذا. صراحه في الزواق ديالك تبغى شكل اخر، ولكن صراحه صافي هيت في الاخر، ولكن المذاق راه ما نعاودش لكم، جات بنينه بالشهاده ديال الناس اللي كلاوها، والله الا عجباتهم. وحتى بالنسبه للحم الصراحه جا بنين وجا فتيجه طايب، حيت اصلا اللحم ديال هنا كيكون صغير في ساعه كيطيب. صافي قدمتها مع هاد الشلايط درتهم على هاد الشكل هذا. وبالنسبه للديسير درت هذاك الكلاص اللي قدمته معكم، وراني فايته نقدمه معكم شحال من مره في الفيديوهات، غتلقاوه في الفيديو. صافي درتو مع الديسير بهذا الشكل هذا. وبطبيعه الحال اللي ما نساوش ضروري في العراضه اتاي والحليوات. هاد الحليوات هادو تما صوبتهم من راسي بعجينه الشوكولات صوبتها على يديا. اللي بغات المقادير نعطيهم ليها. وبالنسبه للحليوات راه تما صوبتهم كل نهار، كنصوب شكيل كل نهار، كنصوب شكيل حتى كملت. المهم الحمد لله في الاخر منين ساليت عاد وليت كنقول الحمد لله، واخا راه العيا ما نعاودش لكم يدك بوحديتك وكتقادي هذا الشيء. وبالنسبه لهذوك الكريطنات اللي كنقدموا فيهم الحلوى، هذوك خديتهم من شين، صراحه زوينين والله الا زوينين. كنت حاقراهم ولكن منين جاو والله الا زوينين كيهزوا الحلوى. المهم هذا هو العراضه ديالتنا. كنتمنى على الناس اللي جاو عندي قبلوا عليا ومرحبا بهم، والله العظيم كبروا بيا ويستاهلوا اكثر واكثر.